السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو الجديد اليوم بغيت نحضر معكم غريبة اولا البهلة. الصراحة بدون لوز اولا زلجلان، يعني غير بواحد المكونين الصراحة كيعطوها واحد المذاق زوين وكتجي مشقة وكتجي بنينة ولذيذة. اللي غنحتاج ليها عندي هنايا نص رابعة ديال الزبدة، عندي هنا نص رابعة شويه ديال الملحه، عندي هنايا واحد نص كاس ديال الكوك. كيف كتشوفوا الكوك اللي حمرته، الصراحه ملي الكوك كيتحمر كيعطي الحلوه واحد المذاق زوين. عندي هنا نص كاس تاع الكوك محمر كيف كتشوفوا على هذا الشكل هكا، على هذا اللوين هكا. عندي هنا كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت. عندي هنايا بسكوي اولا انا استعملت هذا بسكوي، درت هنايا جوج، انا استعملت هذا كيف كتشوفوا وطحنتهم حتى تنيلوا مزيان منيلين. هنا عندي البيض جوج، عندي جوج بيضات، عندي كيس ديال السكر فانيلا، عندي جوج خمارات حمرين صافي والدقيق حسب الخليط. اول حاجه كنديروا الزبده والسكر كنخدموهم مزيان، كنخدموا هاد الزبده مع هاد السكر. صراحه سهله ما فيهاش شي مقادير كثيره، وبهذا الكوك محمر وهذاك البسكوي صراحه كيعطوها واحد المذاق زوين. انا غندخل هاد السكر صاني في هاد الزبده مزيان وغنرجع معكم. دخلت في هذاك السكر مزيان، دابا غنزيدها البيض. دينا جوج ديال البيضات بحال هكا. كنخدم هذيك الزبده مع البيض مزيان. دابا غنزيد الزيت، غندير حتى هاد الفاني. غير نسيتها انا ما درتهاش اول مره مع السكر سنيده، معليش. دابا صافي غنزيد هاد الكوك، هاد البسكويت حتى هو. صراحه راها كتجي لذيذه بهذا المذاق ديال الكوك والبسكوي. صراحه واحد المذاق ديالها زوين وسهله في المقادير ديالها، بلا لوز بلا زجلان لا والو. نزيد في الدقيق بشويه بشويه. غندير هاد الخمارات جوج صافي وكنبدا كنخلط. غنبقى كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى نجمع عجين وغنرجع معكم باش ما يطولش ليا الفيديو. صافي انا دابا جمعت العجينه على هذا الشكل هذا، بقيت كنزيد هاد الدقيق شويه بشويه حتى جمعتها على هذا الشكل هكا. كتكون العجينه هكا رطبه كيف كتشوفوا بحال هكا. صافي كندوز دابا باش غادي نشكلها ونديرها في اللاطه ديالي. صافي كنجيب واحد اللاطه بحال هكا وكنبدا كنشكل فيها. يعني عجينه ما كتكونش مرخوفه بزاف، ما كتكونش قاصحه بزاف، عجين غريبه بهذا الشكل هذا بحال هكا. صافي كنشكلوها القياس اللي بغينا هكا، يعني غريبه عاديه قياس هكا متوسط. صافي غنديرها في اللاطه ديالي هنايا على هذا الشكل بحال هكا. بعدوها شويه باش ما تعود يعني تلاصق لينا مع بعضياتها بحال هكا.
دونك على هذا الشكل غنستمر هكا حتى نعمر اللاطه ديالي وغنرجع معكم. صافي على هذا الشكل بعد ما عمرت اللاطه غندير فيها وسط ديالها واحد هكا لوزه بحال هكا كتعطيها واحد الشكل زوين. صافي على هذا الشكل هذا دابا الفران عندي مسخن غندخلها للفران حتى تبان ليا خدات داك اللوين ديالها وتشقات وغنطلعها الفوق باش تكمل الطياب ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما خرجتها من الفران، بعد ما خدات هذا اللوين هذا اللوين مذهب. الصراحه راه كتجي زوينه كيف كتشوفوا، كتجي هكا مشقه وكيجي فيها واحد المذاق رائع، وكتجي من الداخل هكا فيها هكا كتبان لك حمرة من الداخل، فداك اللوين حمر بداك الكوك والبسكوي. الصراحه كيعطوها واحد اللذه وواحد المذاق زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديالها ونتمنى تجربوها، صراحه كتجي زوينه وبصحه والراحه. وشكرا لاي واحد كيشاهد الفيديو ديالي. وهذا هو الشكل ديالها النهائي.